بصراحة النهارده اتعملت دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات، وكالعادة زي ما إحنا متوقعين أو مش عارف يعني هاقول لك إيه بالضبط، الأهلي وقع مع صن داونز والزمالك وقع مع الترجي. إزاي بقى؟ ما إحنا عايزين نفهم، يعني هو كل سنة مثلًا صن داونز علينا مقرر هو، ما إحنا عايزين كده نفهم، يعني عايزين حد يفهمنا. يعني كل سنة هو غلط ويُعاد مثلًا والّا إيه؟ ما كانتش مثلًا نتيجة 5-0 هي هنفضل عليها حضرتك لمدة 5 سنين نلاعب صن داونز. في إيه يا اتحاد؟ مش كده. إيه ما كانتش 5-0 هي هنفضل نلعب عليها لمدة 5 سنين. خلاص إحنا سنتين ورا بعض خدنا حقنا، خلاص إحنا زي الفل وعملنا الصح مع نفسنا، وسنتين يعتبر إحنا بنخرّجهم. خلاص، يعني خلاص. مش كل سنة. مش كل سنة. أنت عارف أنت لمّا تبقى رايح عند الدكتور ويقول لك افضل ماشي على العلاج ده لمدة 5 سنين، هي نفس القصة. لمّا تبقى في المدرسة والمِس تقول لك غلط ويُعاد، غلط ويُعاد. إيه؟ إيه في إيه؟ مش كل سنة يا أخوانا. إيه؟ والزمالك برضه مع الترجي، الزمالك بقى له بتاع 3 برضه سنين نفس الحوار برضه ورا بعض، ورا بعض. إيه يا أخوانا؟ مش كده. مش كده، هنروح منكم فين؟ في إيه؟ لا بجد يعني اللي بيحط يعني اللي بيجيب القرعة بيحط الكور اللي بتاعة البيض دي ويحطها من هنا لهنا. إيه؟ لا أنا مش مصدق أنا، ما هي المفروض أصلًا كانت المفروض تتعمل من مش عارف من كام أسبوع من قبل كأس العالم. إيه اللي أخرها دلوقتي؟ أكيد طبعًا، أكيد طبعًا. ما أنت ليه إزاي تعطّلوا دوّة؟ إزاي تعطّل الأهلي؟ إزاي؟ لازم يا باشا. لازم تروح حاطط له كده إيه، حد خُد. لو تروح مدّي لك واحدة كمان الهلال، مش عارف برضه الهلال برضه بقى لنا كام سَنة بنروح له، يعني أنا مش عارف. وتحس أصلًا جمهور الهلال فيه يعني إن إحنا إيه، ليه طار عندنا. اللعيبة تروح هناك تكسب أو تتعادل، عايزين ينزلوا يموّتوا اللعيبة. ليه؟ أنا مش فاهم، يعني أنا مش فاهم ليه. يعني إيه الغِل ده كُلّه أو مش فاهم. كابتن محمود الخطيب الله يعني ربنا يبارك له يا رب ويبارك في صحته. آخر مرّة هو نزل وقف مع اللعيبة والحكومة حوّلت اللعيبة وما رضيش يسيبهم إلا غير لمّا طلعوا كلّهم مع بعض. لولا كده كانت في لعيبة كانت هتموت. يعني أنا مش فاهم. صن داونز والهلال والقطن، إيه يا جماعة في إيه؟ ده إحنا هيطلع لنا قطن كده في دماغنا وشعرنا. مش كده يا أخوانا والله، مش كده. والزمالك برضه الترجي يعني آخر مرّة أنا فاكر إن هو خَده رايح جاي. وقبل يعني ما كانتش مرّة هي الزمالك كسبه يا جماعة. إيه في إيه؟ إيه مش كده. يعني مرّة كده ومرّة كده، يعني مرّة كده ومرّة كده تمشي. إنّما على طول، على طول، على طول كل سَنة صن داونز، صن داونز. إيه يا عم في إيه؟ لأ، لا، لأ في حاجة مش طبيعية. أنا نِفْسي أعرف مين اللي سحب القرعة دي. أنا نِفْسي أشوفه. يعني أنا إيه؟ هو مُقرّر. بس باقول لك إيه يا باشا، إحنا لا يفرق معانا بقى صن داونز ولا الهلال ولا أي كلام من الناس دي. الحمد لله يا باشا إحنا الأهلي، وعارفين أوي الحمد لله وواثقين في فرقتنا وواثقين في اللعيبة بتاعتنا، وإحنا على قد المسؤولية، واللعيبة بتاعتنا تعمل أحلى شغل وأحلى لعب وتكسب بإذن الله، ونكسب صن داونز هناك. وسيبك بقى من كارثة ال5-0 والكلام ده. بس أهم حاجة يا باشا إن كولر، أهم حاجة يا رب يا رب يكون دخل بس أو يخش في أجواء أفريقيا بسرعة أو يفهم الدنيا، التحكيم بقى، الملاعب، الأجواء اللي بيلعبونا فيها، القصة دي كلها يا ريت يكون يقراها بسرعة. طبعًا جد فليرا أنا يعني طبعًا هو ما لوش كلام، هو الراجل هو عارف هو بيعمل إيه. هو بينزل هيلعب طبعًا قافل ويلعب على سرعة زيزو يخلّص الماتش 1-0 والّا حاجة وشكرًا. فجد فليرا هيعرف يتصرّف بصراحة في أفريقيا وحافظها كويس. إنما هو ربنا يستر من كولر وبرضه إن شاء الله هيعمل معانا الصح وهيضبط الناس دي كلّها. إحنا الأهلي، أنتم مين؟ إحنا الزمالك، برضه أنتم مين؟ لا تقول لي بقى ترجي ولا صن داونز ولا أي كلام. أقول لك على حاجة يا ابن عمي، إحنا برّه الدوري إحنا أصحاب وإخوات وحبايب، في الدوري ما أعرفكش. أشوفكم دايمًا على خير، بالتوفيق للأهلي بإذن الله، بالتوفيق للزمالك إن شاء الله، وكل واحد فيهم يصعد أول بإذن الله. أشوفكم دايمًا على خير. سلام.